هو بيحاول يكلمك كل يوم، بيضحك في وشك، او لاحظت ان بيكلم كذا واحده غيري؟ جاي اقول لك دلوقتي ازاي تعرفي حقيقه مشاعره تجاهك، وازاي تعرفي انها حقيقيه او تمثيل. اول حاجه هنا، الراجل المحب او المعجب بواحده معينه بيبقى عايز يكون معاها طول الوقت، يعني مش هيظهر ويختفي فجأة. يعني لو لاحظتي ان طول الوقت بيسأل عليك، يعرف انت عاملة ايه، خططك ايه، كل الحاجات المستقبلية اللي تخصك او الحاجة المهمة بتاعتك، وحتى لو كانت اتفه التفاصيل يبقى فيه اهتمام منه ليكي. بس خدي بالك كمان، مش كل اهتمام معناه حب. اوقات الفضول بيعمل اكتر من كده، يعني مهم انك تركزي في تصرفاته اكتر وقت لما تكوني متضايقة او زعلانة. فلو وقف جنبك واحتواكي حتى من غير ما تطلبي، يبقى الراجل ده حاسس بيكي فعلا. انما لو فضل يقول كلام حلو ومعسول طول الوقت وبلا افعال، ومفيش اي خطوه فعليه او ايجابيه تجاه العلاقه، يبقى ده كلام وبس، وابعدي بدون كلام، لان ما عندوش نيه حقيقيه للارتباط بيكي. خلي عينيكي دايما على الافعال اكتر من الكلام، لان الراجل اللي بيحبك هيخاف عليكي ويخاف يخسرك. والراجل الحقيقي كمان مش هيخليكي طول الوقت تقعدي تسالي نفسك هو بيحبني ولا ما بيحبنيش، انما هيخليكي متاكده باهتمامه وحبه ليكِ.